إخواني لا تنسوا شهداءكم للضحايا ولحياة. لا، أنا ما نسيتش. بعد 61 سنة أنا ما نسيتش. أنا ما نسيتش ومش راح ننسى. أنا ما نسيتش وما راحش ننسى، لأنه الشيء اللي صار لا يمكن أن ينسى حتى ولو مرت القرون. أبدا. كنت حابة نتعرف على جدي، تمنيت لو كان شفتك مرة في حياتي. أنا ما نسيتش وش دارت فرنسا في الجزائريين وفي الجزائريات، وستبقى قصص العذابات مروية بالذاكرة. ودائما أتذكر الجزائريات كلما هاجم عليهم الاستعمار كانوا يدخلوا الاستبلات يعملوا روحهم بالروس، فكانت دائما المرأة الجزائرية واقفة في وجه الاستعمار لحماية شرفها وعرضها. وهذه الصور البشعة هي ما زالت حية وكامنة ومكتوبة في كياننا وفي وجداننا، ولا واحد ينساها. أنا ما نسيتش واش دارت فرنسا في الجزائر، وما نقدرش ننسى. وصعب بزاف أني ننسى، وراني مقتنع باللي فرنسا مازالت الجزائر. أكبر معركة هي معركة التاريخ. أنا ما نسيتش. عمرنا ولا ننساو هذيك الجرائم البشعة تدين أصحابها، حتى لو حب البعض يطوي الصفحة. بأي حق؟ أنا ما نسيتش ومش راح ننسى، وراح نزيد نوصي وليدي ونوصي وليدي باش يوصي ولد وليدي حبيبي. أنا نسيت وما عادش ننسى. هكذا باش تبقى هذه الجرائم في بطون التاريخ. احنا أحرار، احنا ما ننساوش والو. ما نقدرش ننسى. تحيا الجزائر. لا تنسوا شهداءكم للضحايا ولحياة البلاد.